عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا الفيديو هذا بغيت نهضر فيه غير على الكرة التونسية، الإعلام التونسي بالخصوص، اللي ما يحاولش يعلق الشماعة ديال الفشل ديال الكرة التونسية على المغاربة بهذا المصطلح. أنه كيف خرج إعلامي عندنا هدر على واحد المشكل ربما كتعاني منه الكرة التونسية، يعني قال واحد شي هضرة اللي ربما كاينة في الكرة التونسية ومن بين الأسباب ديال الفشل ديال الكرة التونسية. حنا ما كان بأن المنتخب التونسي في هذا المونديال راه كيف شفنا أداء كارثي، ويكون المنتخب عندنا غنقولوا أداء كارثي. يعني الكرة التونسية خصها تبحث في هذا الموضوع بالذات، أنه ربما من بين الأسباب اللي خلاو الكرة التونسية بأنها تكون عندها هذه الحصيلة في كأس العالم، اللي حصيلة اللي ماشي ديال الكرة التونسية وما تتشرفهاش. الإعلام التونسي دور البوصلة للكرة المغربية. الكرة المغربية غادة شادة طريقها من الفئات الصغرى حتى الفئات الكبرى. يعني الحاجة خاص هذا راه خصو يكون واحد شي حاجة كتحفزكم باش نتوما تخدموا وكذا، ماشي غتنوض تقول لنا كاع اللاعبين أوروبيين، راه كيبقاو مغاربة أوروبيين مغاربة. المغرب راه عاطي أهمية للتكوين، راه كنشوفوا الدوري المغربي قوى من الدوري التونسي. وخير مثال هو أن جوج الفرق مغربية كانوا في الدومي فينال، فرقة مشات الفينال هي الجيش. هذا ماشي سبب بأن توجهوا راه خاصكم تنوضوا تهضروا المشاكل اللي كتعيش الكرة التونسية. راه ماشي المشكل هو المغرب، حنا واش غندويو على واحد إعلامي عندنا هنا اللي هو ديما يدير واحد البوليميك وديما كيبغي يتسلط عليه الأضواء. الله يهديه، لأنه ماشي شغله يهضر في شي حاجة اللي ما كتهموش. واش بلادك هو عطى رأيه، ربما النتيجة اللي كانت في الأمس ديال ضد المنتخب الياباني ربما هو جات واحد الغيرة، لأنها عرب. حنا كنبغيو المنتخب التونسي وكنشجعوا المنتخب التونسي وبغينا الكرة التونسية تكون ديما مزيان. حتى حنا عشنا أزمات، المغرب حتى هو عاش أزمات، بزاف، ولكن دار واحد النهضة كروية. يعني راه ناض خدم، وملي كتخدم كتكافئ. المغرب نظم كوب دافريك كان تنظيم مزيان، المغرب في المونديال في 2022 مزيان، وهذا العام مزيان، ونقولوا حتى يتقصى في الادوار الماجيه والمنتخب مزيان. ان الكره المغربيه غادا في الطريق الصحيح، ونتمنوا التوانسه ياخذوا ليكزامبل.